لن تصدق ماذا قال الإعلامي المصري أحمد شوبير عن الأحداث المؤسفة في الأراضي الجزائرية بعد هدف الفوز لنادي الترجي على شباب بلوزداد الجزائري، وقال: المغرب تقترب. السلام عليكم واهلا بكم في حلقه جديده على قنوات اون تايم سبورت المصريه. قال الاعلامي المصري احمد شوبير بعد الاحداث المؤسفه ورمي الزجاجات على الجمهور الترجي ولاعبته بعد الهدف الذي احرزه الترجي في الدقائق الاخيره على ملعب شباب بلوزداد الجزائري في الوقت بدل الضائع، وبعد الاحداث ورمي الزجاجات. وقال احمد شوبير: هذا الموقف لن يتم مرور الكرام لدى الاتحاد الافريقي بعد تكرار السيناريو في مباراة الوداد المغربي ومن قبلها في مباريات عدة للفرق والمنتخبات الجزائرية. وقال احمد شوبير: الملف الجزائري تم إضعافه بقوة بسبب الحالة الأمنية في المدرجات الجزائرية. وقال أحمد شوبير: دائما البنية التحتية فقط لا يتم على أساسها استناد البطولات للدول. أهم حاجة لدى الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي الخطاب الأمني الضامن من رئيس الجمهورية إنه يضمن والدولة موافقة على هذا التأمين للبطولات الكبرى، وده احنا بالفعل مش حاسينه في الدولة الجزائرية. للأسف هناك شغب متعمد في أغلب المباريات الأفريقية والمنتخبات للجزائر على أراضيها، مفيش احترام للقانون. حتى الأحداث المؤسفة اللي في مباراة الوداد وتم إنزال العلم الجزائري لعدم رفع العلم المغربي، كلها إكسات بتتحط في الملف الجزائري، والاتحاد الافريقي مراقب. الدولتين مرشحتان لتنظيم البطوله المغرب والجزائر. هذه الافعال في بطوله كاس العالم للانديه والافعال اللي حصلت في بطوله الشان والمباراه المتتاليه بعدها، وده هيتم اضعاف الملف الجزائري. وهناك دعم قوي لدى لجان الاتحاد الافريقي بفوز الملف المغربي لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. بشكركم شكرا جزيلا. سلام عليكم.